السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكل متابعيني في كل مكان. يا رب دايما تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. تعالوا نعمل مع بعض أحلى فطيرة بطاطس جميلة جدا وتحفة، وزي ما انتم شايفين كده طالعة هشة وخفيفة وجميلة. تقدري بقى تعمليها وجبة فطار أو وجبة عشاء، حاجة كده خفيفة ولذيذة وطالعة بالجمال والروعة ديت. يتمنى كده لو عجبكم الفيديو تدعموني وتقفوا جنب مني وتعملوا لي لايك. ولو انت اول مره بتتابعوني يا ريت تشتركوا في القناه وتفعلوا جرس التنبيه عشان يوصلكم كل وصفاتي، وما تبخلش عليا بلايكاتكم ولا بكومنتاتكم الحلوه. تعالوا بقى نشوف فطيره البطاطس الجميله التحفه اللذيذه دي عملناها ازاي. زي ما انتم شايفين كده انا معايا بالظبط حطيت كوبايه من الميه ونزلت عليها بحوالي 3 معالق من اللبن البودر. لو عندك لبن حليب مفيش مشكله تعمليه به، لكن انا ما كانش عندي حليب يعني طازة، فحطيت حليب بودر ونزلت عليه ببضاية، وهنزل عليهم بظرف من الفانيليا علشان طبعا البيضة اللي احنا حطيناها. وهننزل بقى بملح، هنزل برشة من الملح. طبعا ديت شوية خل كده برضو يعني بيحوشوا زفرة البيض، وكمان بيخلوا العجينة بتاعتنا كده هشة وجميل. هننزل بقى بالدقيق بتاعنا دول حوالي كوبايتين، وهرجع تاني اجيب برضو كوبايتين عليهم او كوباية كمان عليهم. انا خدت الاول نزلت بكوبايتين، وهنزل يعني استخدمت في الوصفة دي كلها 3 كوبايات من مج الشاي يا جماعة. 3 كوبايات دقيق من مج الشاي العادي. نزلت عليهم ب3 معالق من الزيت، ونزلت برشة من الملح، ونزلت بقى بالدقيق تدريجيا اهو زي ما انتم شايفين كده. انا عملت في الوصفه دي 3 مجات من مجات الشاي، اللي هو المج الشاي العادي بتاعنا اللي بنشرب منه. طبعا عشان انا بصور بايد وبعجن بايد فمش متملكه ان انا اعجن معاكم، فهفصل وهرجع لكم تاني. طبعا انا بعد بقى ما لميتها اهوت، انا زي ما قلت لكم كده احتجت من الدقيق، احتجت بالظبط 3 كوبايات. ولو لقيتيها بتلزق ممكن تحطي دقيق، لقيتيها محتاجه شويه ميه تقدري تزوديها حسب العجينه ما تبقى في ايدك. احنا عايزين العجينه بتاعتنا ما تكونش ناشفه وما تكونش بتلزق، يعني تكون عجينه كده مظبوطه وحلوه. اه زي ما انتم شايفين كده في ايدي. انا حطيتها بقى على الرخامه وفضلت بقى اعجن فيها كده حوالي 10 دقايق. وبعد كده بقى هاخدها احطها في الطبق وهسيبها لما تخمر. هنروح بقى نسلق البطاطس بتاعتنا. طبعا انا سلقه البطاطس ومجهزاها، يا دوبك اقشرها وهرجع لكم تاني. دلوقتي بقى انا قشرت البطاطس اهوت، هنزل عليها بقى بملح وكمون وفلفل وبابريكا، وههرس بقى الكلام ده كله مع بعضه بالشوكه، هنعمها خالص علشان طبعا ما يبقاش فيها اي تكتلات. وهنزل عليها بقى بمعلقه من الزبده. طبعا لو عندك بقى جبنه، اي جبنه عندك ممكن تحطيها فيها، تحطها يعني مع البطاطس. بس الصراحه انا ما كانش عندي جبنه، وكسلت ان انا انزل اروح اجيب، فقلت خلاص هعملها كده وخلاص. فطبعا لو انت عندك بقى جبنه موزاريلا، عندك جبنه بقى شيدر على موزاريلا يعني اللي هي المشكله دي، ممكن تحطيها في وسطها تبقى مخليه ليكي الفطيره جميله جدا. انا الجبنه اللي كانت عندي عملت بيها الفطيره والبيتزا اللي انا نزلتها لكم دي، وكانت اخر حبه عندي فخلص. طبعا انا بقى حطيت البطاطس في نص فردت العجينه بتاعتنا على شكل قرص كبير كده، وبعدين حطيت البطاطس بتاعتنا في النص ولميتها زي السره كده زي ما انتم شايفين، زي ما واضح قدام حضراتكم في الفيديو. وبعد كده بقى هجيب الصينيه بتاعتي اكون دهنها بالزيت واحطها كده وافردها. وبعد كده هعمل حرف من الجناب، وهقسمها كده بالظبط كده زي يعني هقسمها زي ما انتم شايفين كده زي ما هو واضح قدام حضراتكم. وبعد كده بقى معايا بضايه احط عليها ظرف برضو من الفانيليا علشان طبعا الزفاره. انا بقسمها بقول لكم هي بتتقسم كده بالايد، انتوا بتقسموها كده بالايد وتجيبوا مره بالعرض ومره بالطول لما تعمل معاكم التشكيله دي. بعد كده بقى هجيب البيضه، هنزل عليها بظرف من الفانيليا. وبعد كده بقى هدهن بيها وش الصينيه بتاعتنا. هندخلها بقى الفرن. طبعا الفرن يكون شغال قبلها وانت بتعمليها كده تكوني مشغلاه. وطبعا هنحط شويه شويه سمسم. والفرن طبعا بتاعنا يكون شغال على درجه 200، وتحطيها في الرف الوسطاني وتشغلي من تحت الاول لحد ما تبداي تلاقي حروفها كده احمرت من الجوانب كده ومن تحت احمرت. هترفعي الشوايه وهتديها الوش الجميل اللي انتوا شفتوه ده. وطبعا كل واحد حسب فرنه وحسب يعني كل واحد بيبقى عارف الفرن بتاعه نظامه ايه. طبعا حطيتها بقى في الفرن وطلعت بقى بالجمال والروعه.
طبعا بتغطيها بعد ما بتطلع بقى، بتغطيها كده بالفوطه وبتسيبيها شويه لحد ما ترد، علشان طبعا هي بتبقى طالعه ناشفه. اول ما تغطيها كده وتسيبيها بترجع ترد تاني وتبقى معاكي بالجمال والروعه دي. طبعا قطعت لكم مثلث اهوت، شايفين بقى اللهم صل على النبي، البطاطس ماليه الحشو كله، حتى الحرف اللي هو متن، اللي هو الحرف الاخراني ده، برضو الحشو طالع في قلبه. ويعني بجد طعمها تحفة وجميلة، مع كوباية شاي بقى تقدري تفطري بيها أو تتعشي بيها عشاء خفيف كده. حاجة لذيذة وحاجة جميلة. ولو عجبكم الفيديو متنسوش باللايك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.